شوف، ترى رب العالمين من يريد يدفع عنك الضرر بالمقابل يأخر عنك المنفعة، فماكو داعي لهاي ضوجتك. حقك من تقول هيك، لأن أنت ما ضقت طعم الحرمان من الخلفة. بس أنا ضقت طعم الحرمان من هواي شغلات أنت نفسك ما انحرمت منها. ماكو أمر من حرمان الخلفة. صدقني كل الحرمان مر، بس لازم نحمد الله ونشكر على هاي النعمة. شوف ترى الرزق واحد وما حد رزقه يزيد عن الثاني. شلون بالله؟ وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم رب العالمين علينا هواي، وكلها أرزاق مقسمة بعدل وبحكمة. بو عن نفسك وراجع حساباتك زين، راح تلقى نفسك ماخذ استحقاقك بالكامل. ماخذ استحقاقي بالكامل؟ اي، لو فرضنا نعم رب العالمين اللي ما لها عدد تساوي 24 درجة، راح تشوف كل إنسان ماخذ استحقاقه بالكامل بس مشكلين. شلون يعني مشكلين؟ يعني تشوف واحد ماخذ 10 مال على 7 صحة زائد زوجة صالحة على 2 علم و4 راحة بال، ايش قد يصيرن؟ 24. وتشوف واحد غيره ماخذ 4 بنون على 1 صحة. زين ليش ما وزع نعمة على الناس كلهم حتى ما يبقى واحد محروم من نعمة غيره متمتع بيها؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يا أخي حكمته هيك، يعني ما أسعى؟ اسعى، بس اسعى بعدل وبحكمة.